ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ تعالوا بقى النهارده في فيديو النهارده هنعمل مع بعض وصفه حلوه جدا اللي هي ايه بسميها وصفات اخر الشهر. اخر الشهر ده بقى يا جماعه نسلك اي حاجه كده. فجبت بقى ربع كيلو من اللحمه المفرومه. هو ربع كيلو من اللحمه المفرومه اللي هيعمل لنا وصفه النهارده. لو عايزه تبدليها بالفراخ، بقطع الفراخ الصغيره، مفيش مشكله برده، هتبقى حلوه جدا. بس انا عن نفسي بحبها اكتر باللحمه المفرومه. وجيبي بقى كام بطاطسايه كده وتعالي شوفي هنعمل ايه في وصفه النهارده. بصوا احنا عشان اسره صغيره شويه فانا هعمل بس ثلاث. انا قلت لكم بصل، لا هم بطاطس. جيبي بس 3 بطاطسيات وتعالي هنعمل آه طاجن بطاطس باللحمه المفرومه حلوه قوي. خلينا نشوف بقى ايه هنعمل ايه. هجيب بقى المقشره بتاعتي، خليكي انت كده على جنب. هجيب بقى المقشره بتاعتي. عايزه اقول لكم يا جماعه ان المقشره دي والله العظيم بقى لها 22 سنه من ساعه ما اتجوزت. عمر ولسه حلوه زي ما هي. تكسفنيش بقى، ما تكسفنيش. خليكي شاطره كده وقشري. المصحف هتكسفني انا عارفه. بس بتقشر برضه. بقشرهم بقى كده زي ما انتم شايفين. خلاص غسلتها. تعالوا اقول لكم بقى انا اقطعها ازاي. اقطعها كده نصين وبعد كده هبدا اقطعها طرنشات كده زي ما انتم شايفين كده في الحجم ده. مخليهاش تخينه قوي ولا رفيعه قوي، خليها وسط كده اهي. بصوا بقى معاكم. عايزه اقول لكم كمان ان ربع كيلو لحمه مفرومه يعمل على فكره بطاطس اكتر من كده. يعمل معاكي كمان، يعني ممكن تحطي كمان 2 على فكره، يعني ممكن يعمل معاكي 5 بطاطسات حوالي كيلو بطاطس. مش شرط خالص 3، يعني انتوا فاهمين. يعني لو انتوا اسره كبيره شويه تقدروا تعملوا 5. على فكره لو اتعملت بالكوسه تبقى خطيره والله، تبقى حلوه جدا. انا عندي ولادي ما بيحبوش الكوسه، معقديني فيها. على فكره انا بحب الكوسه جدا وبحب جميع انواع الخضار. صح، ما انا كنت عامله لكم صح الفيديو بتاع الكوسه، قلت لكم عيله ما بيحبوهاش، هي الفقريه والله العظيم. انا عندي انا ويوسف بنحب جميع انواع الخضار، لكن الباقي لا ما بيحبوش الخضار. تعالي بقى اقول لكم هعمل ايه في البطاطس. جبت هنا صينيه حطيت فيها معلقه من السمن، وهنزل بقى بالبطاطس ابدا اشوحها كده مع السمنه كده، وهنزل عليها بشويه من الملح وشويه من الفلفل الاسود، كل حاجه من دول نص معلقه صغيره، وشويه من البابريكا تدي طعم حلو جدا، وهحط ربع معلقه صغيره من الكمون. هشوحهم كده مع بعض لعند ما البطاطس تاخد لون من كل ناحيه. انا عايزاها زي ايه، ما تكون متحمره كده من كل ناحيه، تكون معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هركنها بقى على جنب كده في الوقت ده، وتعالوا هنعمل مع بعض اللحمه المفرومه. جبت هنا حله وحطيت فيها معلقه برضو من السمن، ونزلت هنا ببصله كبيره مقطعاها. اول ما تبدا تاخد لون كده هبدا انزل بالفلفل، فلفل سبايسي او ممكن تحط فلفل رومي، وهبدا انزل بقى بربع كيلو اللحمه المفرومه بتاعتنا، واحط شويه من الملح وشويه من الفلفل الاسود وشويه من البابريكا وربع معلقه صغيره من الحبهان المطحون، وهزود هنا معلقه كبيره من الصلصه. هقلبهم كده كويس كده مع بعض. شمولي بقى الريحه، بقول لكم الريحه هنا خطيره. بصوا هنا كده اللحمه بقت معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا حسيت ان هي محتاجه شويه من الصلصه فزودت لها كمان معلقه، يبقى اخدت معايا معلقتين كبار من الصلصه. هنا كانت بقى اتسبكت معايا وبقت جاهزه معانا. تعالوا بقى نجمع كل الطبقات على بعض. شوفوا بقى دي هنحط بقى البطاطس تحت كده اهي زي ما انتوا شايفين. على فكره وصفه سهله قوي على فكره، وكمان اقتصاديه، يعني ما استهلكناش فيها حاجات كتير. وابدا بقى انزل بقى باللحمه المفرومه اللي احنا عاملينها. زي ما انا قلت لك لو عايزه تزودي كميه البطاطس زودي، يعني بصوا والله اللحمه يعني كتير حجم، مدياني كميه كويسه قصدي يعني. هنا بقى شكل الصينيه بعد ما حطينا الطبقات كلها على بعض. جبت هنا بقى حبة من البصل الأخضر أقطعها كده على اللحمة من فوق، بتدي طعم خطير خطير للحمة بتاعتنا. لو ما عندكيش مش مشكلة، تقدري تستغني عنها.
هحط شويه كده من الجبنه المبشوره، الرومي على فكره، الموزاريلا، اي انواع بقى انتوا بتفضلوها تروحوا ايه بقى حاطينها كده. ونحط لها شويه من الزعتر، رشه كده من الزعتر، بص هتديها طعم حلو قوي. تقدر تستغني عنها عادي، مفيش مشكله خالص. لو ما عندكيش عادي خالص، او لو ما بتحبيش الزعتر، بس انا اعرف على فكره ناس كتير ما بتحبش الزعتر. هي رشه بسيطه كده. وبعد كده ايه بقى، هندخلها على الفرن على درجه حراره 180 في الرف اللي في النص. هندخلها بقى تعمل ايه، تبقبق، عارفين انتوا البقبقه دي فوق، وهتبقى جاهزه معانا. وشوفوها بقى بعد ما تخرج من الفرن. هنا بقى بعد ما خرجت من الفرن بقت بالشكل الخطير ده. قعدت في الفرن حوالي تلت ساعة، وشغلت لها الشواية في اخر 5 دقايق، بقت معانا بالجمال ده. تعالوا بقى اقول لكم بقى انا هقدمها مع ايه. عايزه اقول لكم بس الاول، بصوا شكلها فظيع ولا ريحتها بقى خطيره خطيره بصراحه. بصوا البطاطس بتاعتنا مستويه، وفي نفس الوقت كمان مش مهريه، وتحس ان هي مديه ايه، اقول لكم زي قرمشه كده من تحت كده، ومن الجناب طعمها خطير خطير خطير. لازم تجربوها. بصوا عامله ازاي، حلوه جدا. عايزه اقول لكم طعمها خطير والله العظيم. بصوا تحفه تحفه تحفه. خطيره خطيره. متنساش بقى مع الزيتون بتاعنا اللي احنا عملناه مع بعض قبل كده، وانا قدمتها بقى مع رز ابيض. تحفه يا جماعه تحفه. جربوها بالطريقه دي، وانا واثقه متاكده ان هي تعجبكم. واستنوني في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. باي.